حاله عملت دايت، حاله لقت في الاخر في ديفو في جسمها. ازاي احنا بنعرف الديفو ده؟ بنشوف حاجه اسمها الويست هيب ريشيو، نشوف الفرق ما بين نسبه الوسط ونسبه الهيب، وبنعمل معادله، بنشوف في النهايه المعادله دي بتطلع في رقم، الرقم ده المفروض يطلع 0.72 مثلا، وكلكم لازم تعملوا المعادله دي، قيسوا وسطهم وقيسوا الهيبس وشوفوا الرقم هيطلع كام، اقسموا الوسط على الهيب ونشوف الرقم كام. لو طلع الرقم 0.72 لحد 0.75 يبقى احنا في الافريج، لكن لو طلع مثلا 0.8 0.9 يبقى انت عندك مشكله في البطن، يبقى في الحاله دي هنبدا نفكر فعلا في الميزوثيرابي في البطن. لو طلع الرقم 0.65 يبقى انت عندك مشكله في الهيبس او في الارداف، يبقى احنا لازم نفكر ان احنا نعمل ميزوثيرابي في الارداف. ايه بقى هو موضوع الميزوثيرابي؟ احنا مشكلتنا ان الدهون بتتجمع في جزء معين، الدايت لوحده ما بيعملش النتيجه دي، لكن احنا بنبقى محتاج حاجه مساعده. ممكن تعملي دايت وتنزلي كويس قوي، بس في النهايه الديفو او الريشيو او النسبه اللي احنا كنا بنحكي عليها موجوده، فاحنا بنساعدك بايه؟ بحقن الميزوثيرابي. ايه هو بقى الميزوثيرابي زي ما سالتي؟ الميزوثيرابي قصته انه احنا بنجيب مواد مخصوصه بتعمل تارجتنج للخليه الدهنيه، بتقضي عليها، بتدوبها، وبعد ما بتدوب الخليه الدهنيه دي بتروح فين؟ الطبيعي جدا انها بتتحول لطاقه، بتخرج مع الحاجه اسمها الليمف درينج او الغدد الليمفاويه، بتخرج طبيعي، بتخرج مع العرق، بتخرج مع ان احنا لما بنعمل يورينيشن كتير او ندخل الحمام كتير. عشان كده دايما احنا بننصح اشربي ميه كتير، امشي كتير، ويا سلام لو انت رحتي كمان الساونا في نفس اليوم او تاني يوم، يعني معنى كده ان انا بساعدك ان انا بخرج الدهون اللي احنا دوبناها. فدي حاجه مهمه بالنسبه للميزوثيرابي. الفرق بقى ما بين الميزوثيرابي وبين اي حاجه تانية ان الميزوثيرابي لما بنستخدمه بالماتيريالز الصح وبالاسلوب الصح. احنا دلوقتي هل ندي الميزوثيرابي لاي حد ولا في ناس محددين ممكن نستخدم لهم الميزوثيرابي؟ اي حد، ميل او فيميل، ولد او بنت او ست او راجل، من سن 18 ل 60 سنه، ممكن حد 65 سنه طبعا. القصه انا بسال على كذا حاجه. اول حاجه بقول هل انت بتاخدي ادويه للسيوله علشان موضوع سيوله الدم؟ هل انت عندك مشكله في القلب؟ نمره 2. نمره 3 الحمل، دي طبعا من الحاجات الاساسيه. لا قدر الله الحاجات اللي هي الكانسر والحاجات دي بنبقى حريصين ان احنا نسال الاسئله دي علشان دي بنكسكلود البيشنت بتاعنا من الحالات دي. لكن غير كده مريض السكر اللي بياخد انسولين ما بديلوش ميزوثيرابي، لكن لو هو وصل لمرحله انه بقى كنترول يعني باورال انتي دايابيتك، خلاص مفيش مشكله، اقدر استخدم الميزوثيرابي. كله بيسأل هل الميزوثيرابي ده بيوجع ولا لا، لان كله عارف ان هو بتتشكشك ومش عارف ايه وبتتعب. الحقيقه طبعا الحقنه اللي بنستخدمها بتكون رفيعه جدا، صغيره تقريبا زي حقنه الانسولين. نمره 2 في بعض الحالات بنعمل لهم زي كريم مخدر كده لمده 15 دقيقه قبل السيشن. بمنتهى البساطه البيشنت ما بتحسش باي وجع خالص الا حاجه بسيطه جدا بشكه بسيطه في مكان الحقن. بعد ما بيتم الحقن هو تقريبا بياخد 15 دقيقه الى 20 دقيقه حسب حجمه والمكان اللي بنحقن فيه. بعد ما بنخلص الحقن بنفضل انها في خلال 24 ساعه الاولانيه تستخدم يعني كمادات ساعه في اول 24 ساعه. بعد ما بتعدي ال 24 ساعه اعتقد مش هتبقى محتاجه حاجه خالص، لكن لو حصل شويه زرقان بسيط او حاجه زي كده، ومن النادر وخصوصا الناس اللي جلدها عادي مش عندها الجي او حساسيه لحاجه معينه، ما بيحصلهاش حاجه وممكن تستخدم شويه ميه دافيه بعد كده. لكن في خلال يومين 3 مفيش اي مشكله. الجود نيوز زي ما بنقول ان انت تقدري تعملي الحقن وتروحي شغلك بعد السيشن على طول، يعني تيجي نص ساعه او ثلث ساعه نخلص السيشن وتنزلي على الشغل على طول، مش هتعاني من اي حاجه. الحاجه الكويسه كمان ان هي بتقعد 14 يوم السيشن دي بتشتغل. يعني ايه بتشتغل؟ يعني هي شغاله في حرق الدهون من اول يوم
تاني يوم تالت يوم لحد 14 يوم ستيل الماده اللي احنا حقناها عماله بتدوب في الدهون. الحقيقه انت سالتي سؤال مهم قوي، الدهون دي بتروح فين؟ زي ما انا قلت الدهون دي هي بتدوب من خلال الحقن اللي احنا حقناه. زي اي حد بيعمل دايت، الدهون بتروح فين؟ لو انا بعمل دايت ووزني زايد وعملت دايت، الدهون دي راحت فين؟ هي نفس الفكره، بس انا بدوب الدهون اسرع شويه بالميزوثيرابي، والدهون بقى بتتحول لطاقه في الجسم، بتتحول انها بتخرج عن طريق زي ما قلنا الليمف نودز، او بتخرج عن طريق البول، او بتتكسر وبتخرج زي الطبيعي، زي حد كان وزنه كبير وبدا يخس، وبالتالي الدهون بتروح بنفس الطريقه.